هما فعلا اكتشفوا ابو الهول التاني؟ طب لو اكتشفوه ايه اللي يثبت ان الصخره دي هي عباره عن ابو الهول التاني؟ اولا انت لو جيت وبصيت على لوحه الحلم اللي موجوده بين حوافر ابو الهول هتلاحظ حاجه غريبه. هتلاحظ ان الملك تحتمس الرابع بيقدم قرابين لاتنين ابو الهول مش واحد بس. لاحظ كمان ان الرسمتين متشابهين جدا. لو رحت معبد الكرنك وعديت من طريق الكباش هتلاحظ ان مجموعه من التماثيل على ايدك اليمين ومجموعه من التماثيل على ايدك الشمال، وكل تمثال بيقابله تمثال تاني مشابهه جدا. فنستنتج من كده ان المصريين القدماء كانوا بيتسموا بحاجه اسمها الثنائيه. ونلاحظ كمان ان الاسم ابو الهول المشهور بيه في الوقت ده كان هو روتي، ولو جيت بحثت عن اسم روتي هو معناه الثنائيه، فكده اكيد هتلاقي ابو الهول التاني. فبداوا مجموعه من الباحثين ان هم يدوروا حوالين الموضوع ويحاولوا يعرفوا هل فعلا في ابو الهول التاني ولا لا. في التسعينات من القرن اللي فات كان واقف الباحث بسام الشماع مع فيجن ديفيس على بعد امتار من ابو الهول، فشاور فيجن ديفيس على بعد اميال من ابو الهول وقال هنا هتلاقي ابو الهول التاني. وقتها ما كانش فيه اي كلام عن موضوع ابو الهول التاني ده، فالموضوع ما خدش وقت في دماغ